تعالى اقول لك في دقيقه شغل اتعمل في 8 ساعات. رقم واحد، العربية لازم تتغسل كويس عشان يبان قصاد عينينا كل التفاصيل. رقم اتنين، مرحلة الكومباوند. المرحلة دي من أهم المراحل وأخطرها. ليه؟ الكومباوند لو منتج بلد مجهول المصدر أو رديء مش هيعمل أي حاجة غير إن هو يداري العيوب، مش هيعالج. النتيجة إن بعد أول غسلة كل حاجة بترجع زي ما كانت، وممكن يحرق العربية كمان. طبعا ما ننساش إن الفني لازم يبقى مهارة عالية، الماكينة اللي شغال بيها مخصصة، فالنتيجة تطلع خرافية زي ما أنت شايف كده. رقم ثلاثة، البولش. يشيل اثار الكومباوند، يديني افضل لمعه، طبعا ينعم السطح قوي، يبقى جاهز لتطبيق الجرافين عليه. رقم أربعة، هنغسل تاني. ليه بنغسل تاني؟ نرجع العربيه للحاله البيور بتاعتها بعد العلاج. الحاله اللي هطبق فيها الجرافين يطلع عليها مظبوط جدا، مفيش اي تعديلات عليه تاني. رقم خمسة، تطبيق الجرافين. مش هنطبق وخلاص، لا، هنمسح. المسح ليه قواعد. اول ما هيقلب الوان الطيف نبتدي نمسح. خطوه رقم ستة، حركه استلم العربيه اسبوع وهترجع لنا من غير غسيل، من غير مسح، من غير ما تعمل فيها اي حاجه. احنا هنغسل العربيه. صيانات مهمه جدا المتابعه ليها، لان الصيانه مش بتبقى مجرد واكس برش على العربيه وخلاص. احنا لما بنجيب الجرافين او بنجيب النانو بنجيب معاه ماده الصيانه بتاعته عشان حقيقي تبقى صيانه بجد.